عاصفة فرانسيس تضع المغرب أمام اضطراب جوي خطير. أمطار طوفانية قد تصل إلى 120 ملم، رياح قوية، وتساقطات ثلجية بعدة أقاليم مع نشرات إنذارية حمراء وبرتقالية. من المرتقب أن تعرف عدة مناطق من المملكة بدءا من اليوم الجمعة وإلى غاية مطلع الأسبوع اضطرابا جويا مصحوبا برياح قوية، وهو ما تطلق عليه وسائل الإعلام الدولية عاصفة فرانسيس. وفي نشرة إنذارية محينة بمستوى يقظة أحمر، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من عودة أمطار غزيرة خاصة فوق المرتفعات، وذلك ابتداء من الساعة 5 من مساء اليوم الجمعة إلى الساعة 6 من مساء السبت. وتتراوح كمية التساقطات المرتقبة بين 80 و 120 ملم. فيما يرتقب أيضا أن تشهد أقاليم من جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة أمطارا قوية بمستوى يقظة برتقالي، مع توقعات بتساقطات